بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قررت أعمل سلسلة رمضانية أخرى، مش عارف ليه، رغم إن أنا ما عنديش طاقة أعمل فيديوز وكده، بس يعني إلى حد ما يعني نشير كام حاجة كده، نعمل لنا حلقتين في الأسبوع، نعمل أجواء رمضانية بتاع. المهم النهاردة هتكلم عن أكونت تيك أوفر مضحكة، يعني عملوا لها فيكس وعملت لها باي باس. فتخيل معايا إن إحنا مبدئيا مثلا بنعمل لوجن على اند بوينت، فلنقل صراحة الريبورت على الشاشة اللي في اليمين، فأنا بقرا منه عشان أنا مش متذكر الريبورت بالظبط. أوكي، طبعا مش هينفع ديسكلوز الريبورت، فأنا بسجل الشاشة اللي على الشمال، وأنت فاهم بقى حركات الهاكرز والحاجات دي. حلو، إحنا بنلوجن في في الاند بوينت اللي اسمها اوس سلاش سيجنتشر. لا، دي تاني اند بوينت. طيب، إحنا بنلوجن في الاند بوينت اللي اسمها اوس ساين ان. اوكي، طيب هنا بنعمل ايه؟ بنبروفايد عادي جدا اليوزر نيم والباسورد بتوعنا. الريسبونس لما بيجي لنا بحاجتين، جي دبليو تي زائد، فبيرفلكت هنا الجي دبليو تي زائد حاجه غريبه جدا، اليوزر نيم بتاعي والاي دي. يعني اليوزر نيم بتاعي والاي دي لازقين في بعض. اوكي، بعد ده بيحصل كول بقى للاند بوينت اللي احنا قلنا عليها اوسي نيتشر، دي بتبعت لها بوست بالاوثرايزيشن اللي هنا. اوثرايزيشن هنا بيتحط الجي دبليو تي اللي كان فروم ريسبونس، وفي البوست داتا هنا يا معلم بيتبعت الساين اللي هي اليوزر نيم والاي دي بتاعي. الاي دي كان نوميريكال وفولود انكريمنتال، يعني في تزايد، يعني اي دي مثلا 340 341 342 وهكذا، كل واحد بيعمل ساين اب بياخد اي دي تاني. الاكونت تيك اوفر جت منين؟ فلنفرض مثلا على سبيل المثال ان انا في يوزر انا عاوز اخترقه، وهو مثلا اسمه فارس 123، واليوزر والاي دي بتاعه 45. السيناتشر بتاعته هتكون فارس 12345 اللي هي هتتبعت في بارامتر ساين. اوكي، فلنفرض ان حاليا اليوزر مثلا اللي بيتعمل له ساين اب 342 مثلا، وانا عايز اكليم اليوزر اللي بيطلع السيناتشر بتاعه فارس 12345، عايز يبقى معايا السيناتشر دي. فانا ممكن مثلا اساين اليوزر ده باي يوزر نيم بلا 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 342، هتبقى السيجنتشر بتاعته كده، وهنا بلا 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 343، وهنا بلا 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 344. ولما اجي على 345 انا هساين اب بيوزر اسمه فارس 12، والاي دي بتاعه هيبقى 345 which will reflect في السيجنتشر فارس 12345، وهتطلع هنا في الريسبونس بتاع ده، وهي هتتبعت في السيجنتشر. اقدر ادخل الاكونت بتاع الفيكتيم. كان سيناريو مضحك بصراحه، يعني انا اصلا كفارس ما اعرفش ازاي وليه فكرت في ان كيس زي دي ممكن تحصل. بس المضحك اكتر الباي باس اللي انا عملته للفيكس. عملوا فيكس وقالوا لي يا ريت تعمل ريتست وكده، فقلت لهم تمام، باج اتصلحت، كله تمام، عملوا ريزولفد، اعطوني الباونتي بتاعت الريتست، كل حاجه مشيت بيس البيس. ولكن اللي لاحظته ان هم حطوا زي حاجه يسبلتوا من عندها بين اليوزر نيم والاي دي، او حطوا زي ايه ديليمتر، حاجه يعمل من عندها سبليت او كات. حلو، يعني لما جيت اعمل لوجن دلوقتي اليوزر نيم بقى بيعمل يوزر نيم، وهنا اي دي كانت دي ما كانش نقطتين، بقت السيجنتشر اليوزر نيم والاي دي. حلو الكلام، جميل الكلام. تخيلي للموضوع ان هو فلنفرض مثلا اللي في الكود في الباك عنده في الباك اند ده فاليو مثلا او فاريبل اسمه اكس في يوزر نيم والاي دي، لو هو جه وعمل اكس دوت سبليت مثلا، وحط الديليمتر دي عشان يعمل من عندها سبليت، وكتب مثلا يو او اليوزر نيم اند الاي دي بيساوي اكس اكس 1 اكس اكس 2. حلو، يعني اليوزر نيم اسف 0 1. حلو، بالظبط كده. ده كان تخميني للفيكس اللي هم عملوه ازاي. فيوزر نيم اي دي اكس اكس 0 اكس اكس 1. فتخيل لو الاكس دي بالشكل ده بقت مثلا بالشكل ده، وهنا كان في مثلا ده الريل يوزر نيم وده الريل اي دي، وهنا في الماليشيس يوزر نيم، اني اكتبها صح، والماليشيس
اي دي. اوكي، فلما يجي يطبق عليها نفس اللي بيحصل ده، اللي هيتاخد برضه هو الماليشيس يوزر نيم والماليشيس اي دي. يعني هنا انا بدل ما اعمل اليوزر نيم بتاعي يعني خلينا نرجع واحده خطوه لورا. دلوقتي السيناتشر، الفيكتيم سيناتشر مثلا هتكون فارس 1 2 3 كده 4 5. اوكي، وماي اكونت سيناتشر هنا دي مثلا هتكون فارس 1 2 4 5 مثلا، او 3 4 5. ده الفيكتيم وده انا بعد الفيكس اللي هم عملوه. فانا ما توقعتش بصراحه ان اليوزر نيم يأكسبت حاجه زي دي، بس لاكلي ولاكي جدا يعني في اقصى حد من الحدود ان اليوزر نيم انبوت طلع بيقبل الكاركتر دي. اوكي، البايب دي. فانا تشنجيت اليوزر نيم بتاعي من فارس 1 2 لفارس 1 2 3 حلو 4 5. فالفاينل سيناتشر بتاعتي مرة كمان أصبحت بدل ما هي كده، لا أصبحت بالشكل ده. فلما تطبق عليها بتاع الغريبة دي، الفيكس المتخلف اللي هما كانوا عاملينه، فبرضه دخلني على الاكونت بتاع الفيكتيم اللي هو فارس 1 2 3 4 5 اللي انا كنت عايز اتيك اوفره من الاول. بس ده كانت فاني ستوري ازاي عملت باي باس للفيكس بتاعهم. دايما خد بالك من التشينجز الصغيره دي لان بيبقى فيها تريكس. هو عمل ايه؟ اصل حط كاركتر، يعني حتى ما عملش اري يا اخي، فاهم؟ ما عملش حاجه صعبه، لا ده حط ديليمتر بس عشان يعرف بقى يفرق بين الفاليو بتاعه اليوزر نيم والاي دي. طب تعالى ماشي اجرب برضه، فاهم؟ بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم والقصه تكون لذيذه الى حد ما. ولو ما فهمتش الفيديو عيده مرة واثنين وثلاثة، هو ممكن بس يكون ملاعبك شوية. يعني أنا أصلا أنا متذكر وأنا بكتب الريبورتس دي، وبالذات الريبورت بتاع الباي باس، كان عندي صعوبة في إني أوصلها للترياج والتيم، لأنهم ما كانوش فاهمين في الأول أنا بعمل إيه. أو يعني هم أصلا كانوا أول رد ليهم الترياج قفل لي ريبورت ده انفورماتيف، قال لي this is not applicable وبتاع، ومش مش حقيقي وبتاع. فقلت له كريت اكونت واديني انا اليوزر نيم بتاعك والاي دي وانا هتيك اوفر، او اديني السيجنتشر بتاعتك وانا هتيك اوفر الاكونت بتاعك. فعمل كده وعملت تيك اوفر. فوقتها بقى يعني عامل ترياج للريبورت. دايما خليك واثق من نفسك لو عندك وجهة نظر، لو فعلا الفولنربيلتي اللي انت بتتكلم فيها دي فولنربيلتي صح. بس كونوا في حفظ ورعاية الله. حابة كده ابقى انزل لكم حلقة تانية كمان يومين ثلاثة مثلا، شايل لكم كام ستوري برضو مضحكة حصلت خلال الكام شهر اللي فاتوا وقت ما كنت مختفي يعني، من بنتستس على باج باونتيز على بلا 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 بلا. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم والباج تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.